تخيل معايا رب العزة سبحانه وتعالى كده يذكرك في وسط ملائكته، يجيب سيرتك انت يا عبد يا فقير، يجيب سيرتك في وسط ملائكته في وسط السماوات ويقول إني أحب فلانا فأحبوه. يا جدع ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه العظمة دي؟ والله العظيم ما في أحلى من كده. تخيل بس الوضع ده كده، وانت هتلاقي نفسك في راحة وفي سكينة. هتعامل عباد الله على قد عقولهم، هتعاملهم كده وتقول لهم تعالوا انا عندي رب عظيم هيجازيني على اللي انا بعمله معاكم. عندي رب كريم هيعاملني مش زي ما انتوا بتعاملوني خالص. انتوا بتعاملوا معاملة ورب العزة بيعامل معاملة تانية خالص. الرب الكريم سبحانه وتعالى هيعاملني زي ما انا عايز اتعامل. الرب الكريم سبحانه وتعالى هيخليني اقول مش فارقة معايا العباد، مش فارقة معايا خلاص بخ، مش فارقة معايا هم يقولوا ايه عليا، مش فارقة معايا هم عايزين مني ايه، المهم انا بعمل ايه معاهم يرضي الله سبحانه وتعالى عني ويرضي الله سبحانه وتعالى في معاملتي معاهم وبس. مش هتفرق معاك حد. لو عجبك